السلام عليكم، كي دايرين؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير واموركم طيبه. فيديو جديد مع اختكم فاطمه الزهراء، يا ربي على الاعجاب ديالكم. فاول حاجه بديت بها هي هاد الاناناسات هادو. فمره كنجي كنغسلهم اولا كنمسحهم. راكو عارفين مع الطياب يوميا فكيوليو حالتهم ما كيبقاش بيهم داك البغيونس اللي كيكون فيهم. فالكوزينه عندي امريكا عندي محلوله، فكيعجبني دائما نغير لها لا ديكو. راكو عارفين بعد ما كتبدلي الديكور ديال اي حاجه فكتحسي بنفسيه اللي هي زوينه وكتبدلي الديكور بحال بدلتي بزاف ديال الحاجات. وكذلك ما كنساش الاير فراير ديالي او اي حاجه عندي كنستخدمها او كنستعملها، فضروري ما خصني نمسحها باش هكذا كتبان كتلمع ما كتبقاش مضببه. فما كنساش هذا الكوان هذا. راكو عارفين عندي انا بلايص في الكوزينه، لحقاش الكوزينه تبارك الله عندي كبيره، كل بلاصه داير فيها الحاجه اللي كتستحق والحاجه اللي كتليق بها. فدائما كنبقى قلب واش قلب باش هكذا كيجيب لي الله بحال غيرت الكوزينه كلها. كيجي واحد المنظر واحد الشكل اللي هو زوين. نتوما خليو الاراء ديالكم واش يعجبكم ولا لا. ما كنساش هكذا الديكورات. فالبنات هنايا بغيت نشكي عليكم ونبكي عليكم، عرفتوا اللي عندها وليدات صغار وعندها شراجم ديال الالومنيوم او شراجم ديال الزاج، فالله يحسن العوان. فاختي لقيت لك الحل اللي هو واحد البرودوي اللي زوين بزاف، مسحه وحده ما كتعاوديش مسيحه اخرى. عرفتوا راه مسحتهم تقريبا غير هذه واحد اليومين ولا ثلاثه ما كاملاش نهائيا. ولكن اختي هذا البرودوي ديال ابو نظيف كيجيب لهم ما يبقاش. راكو شوفوا شحال خليت فيه، عرفتي خليت فيه غير شويه. من ناحيه ديال النظافه وكذلك يعجبكم من ناحيه ديال الريحه، واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي فيهم الحساسيه. فغير ديروه، عرفتوا راه ما كيدير لا حساسيه لا حتى شي حاجه وغادي يعجبك. والحاجه اللي غتعجبك اكثر وبزاف من هذا الشيء هذا هو انك كديري رشه ولا زوج ما كتعاوديش، وكتمسحي بواحد الطورشون اللي كتكون نقيه، ما كتطلق لك لا خمله لا خيوطه لا حتى شي حاجه، وتمتعي لي اختي بالماء. عرفتي كيولي زوين بزاف وما كيمحنكش. راه الناس اللي عندهم الشاجم ديال الزاج هما اللي غادي يحسوا بيا وهما اللي غادي يعرفوا المعاناه ديال هذا المشكل هذا، سيرتو اللي عندها اطفال اللي هما صغار. وتاختي الا ما كانش عندك اطفال اللي هما صغار فكتمحني وكتعدوي في المسيح ديالهم. هنا بالنسبه للفران ديال الايتيمات بزاف ديال الناس كان كيجيو تساؤلات كيفاش فاتي كتمسحي الفران ديالك كيولي نقي جديد زوين. فهنايا الفران ديالي موسخ، شاركت معكم البرودوي ديال اسبانيا زوين بزاف. انا هادو كانوا غير جابوه لي، ولكن عندنا هنايا في تلقاوه في بيم، تلقاوه في اتقدا، وتلقاوه في مرجان. كاين بزاف ديال المنتوجات اللي تقدري تمسحي بهم الفران ديالك، سيرتو هادو اللي كيديروا هذا الشكل هذا اللي كيكشكشوا بهذه الطريقه هذه. فالفران كيخليوه كيشعل كيلمع. يا حبذا لو كان الفران ديالكم سخون فكيتفاعل مزيان مع هذا البرودوي هذا وكيتحيدوا كامل ديك الدهون اللي كتكون عندنا في الفران ديالنا. انا الفران تقريبا عندي شي عامين هادي، ولكن الفران باقي نقي باقي جديد. علاش؟ لحقاش انا كنت حاول عليه وكانت كيسي عليه، فكنمسحو باي برودوي كيخص به. يعني ماشي كنجيب اي حاجه وكنبقى غسل الفرك، لا، فكنجيب البرودوي اللي كيكون معين، البرودوي اللي كيكون خاص بالفران. ولكن اختي عجبني هذا، فرحت بيه نهار جاني. ما كنت ما عمري جربته، ولكن نهار جربته ما قدرتش نستغنى عليه. يا ريت زعما لو كان يصيفطوا لي عاد واحد بحاله باش نبقى نستعملو. كيجي معكم واحد المده هي طويله. انا خليته هنايا تقريبا داز واحد 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه. كنجيب واحد الحلفه او الحبيله اللي كتكون السلوكه ديالها غلاظ، وكنبقى كنحك مزيان حتى كيتحيد لي كان ديك الضبابه اللي كتكون فيهم، كذلك الدهون اللي كتكون عالقه فيهم. لحقاش راكم عارفين الفران فكنطيبوا فيه اكلات اللي هي متنوعه، وكل وحده كيف وحده كتطلق ليدان وحده كتطلق غير البخار. فالفران ديالنا كيولي ماشي زوين وكيتوسخ. هنايا كنوريكم حدا عينيكم الفران عاد ديالي ماشي موسخ بزاف، لحقاش انا غير كنكمل من الاستعمال ديالو فكنضرب له حكه وهرده في ديك الساعات، وتبارك الله كيولي ما شاء الله زوين. فهنايا البنات تقدروا ما تحكوش بالحلفه، يعني تقدروا ما تحكوش بالحبيله، غير ديري داك البرودوي خليه يتفاعل معاه ومسحي هكا بواحد السريبيته اللي كتكون نقيه. انا حكيته شويه باش هكذا كيعطيني عاد المفعول عاد اكثر واكثر وكيبان فيه زعما النظافه ديالو. صافي مسحته بواحد السربيته، من بعد جبت وحده عاوتاني نقيه كاع، ماشي بحال ديك اللي مسحتها في الاول، وكنعاود نضرب له هكذا واحد الهرده هكا غير من الفوق. فالبنات ما نقول لكمش كيفاش كيولي بحال شريتيه. فهنايا الناس اللي ما كيعرفوش يحيدوا الزاجه ديال الايتيمات فكاين هنا غير واحد اللعيبه غير في هذه البلاصه وهذه البلاصه هذه. كتحيدي له ديك الزاجه ديالها راه ساهله ماهله، يعني غير هي الزاجه ما خصهاش تهرس لكم، لحقاش الفران كيبقى ما يبغيش يتبلع لكم في الساع وهذيك الزاجه الدوبل زاجه هي اللي حاميه لنا الفران ديالنا لحقاش كتكون غليظه. بالنسبه لهاد البلاصه هذه ما كتدخلهاش ديك الحبيله الغليظه، فكنجيب هاد الشيته هذه اللي كتباغي عند المحل ديال 5 دراهم. فهذيك البنات راها زوينه بزاف، كتدخل لكم في هاد البلاصه هذه وكتحيد لكم كامل داك التفريت اللي كيكون عندكم تما اللي ما كتقدروش توصلوا له لا بالاصبع ديالكم ولا كذلك بالحبيله ملي كتكونوا تحكوه. صافي
صافي من بعد ما مسحته جا هو هذا الشكل ديالو. هنا رديت له الزاجه ديالو من بعد ما غسلتها، ورديت له هنايا داك البلاعات ديالها باش هكذا صافي كيتسد وكيتبلع بكل سهوله. وهذا الفران ديالي البنات ما نقول لكمش على نظافه فيه وعلى نقاوه وعلى ريحه، رائع بزاف. يعني هذا البرودوي هذا البنات اذا لقيتوه غير ما تردوش ديوه، واكيد غادي يعجبكم. راكم عارفين انا كيعجبني نبارطاجي معكم بزاف ديال الاشياء اللي كتعجبني انا وكنرتاح فيها وكتعطيني مفعول زوين. وهنايا الفيديو اللي دائما كيعجبكم نتوما، نوريكم البنات كيفاش تقدروا تصايبوا طويبله ديال الكوتي هكا اللي تكون زوينه، ماشي ضروري للضياف. يعني حنايا الضياف راكم عارفين التكبيره الكبيره، ولكن اختي حتى حنايا كيعجبنا ناكلوا في معينات اللي هما زوينين، فرحوا وليداتنا وتفرحي مولا دارك، هو اول حاجه. فهنايا جبت السريبتات ديالي، فعندي هادو ساتان هما اللي كنت ديتهم مع هاد لاناب هذا. هنا عندي هاد لي زانو عرفتو زوينين بزاف، راهم موجودين هادو بالنسبه للناس هكا اللي كيبغيو بحال لي زانو هادو. كاين في الدوغي وكاين في الارجونتي، فكيعطيو واحد اللمسه زوينه. واخا يكون عندك السريبتات ديالك سامبل كاع كدير لهم هاد لي زانو هادو فيهم زواقات اللي هما اللي حبيتي نتيا واللي حب خاطرك فكتقدري ديريهم. غير انا هنا هاد السريبتات هادو جايين ساتان بزاف، يعني كيبقاو يزلقوا شويه، ولكن ماشي مشكل نتيا كتحطيهم غير فوق الطبيله باش كيعطيوك واحد الديكورات اللي هما زوينين بزاف وكيعطيو واحد اللمسه خاصه للطابل ديالك. فصافي انا هنايا حطيتهم. راكم عارفين كيعجبنا نتمتعوا بهاد الاشياء هادو ونتفننوا فيهم، لحقاش التنسيق والتاويل والسماق البنات راه ماشي بالغالي. واخا تكون عندك حاجه اللي هي بسيطه كاع نتيا ما ضاربالهاش كاع الحساب، ولكن كتجي في المنظر زوينه. غير خصك كيفاش ديري توليها وتنسقيها وتحطيها في المكان المناسب اللي يليق بها، لحقاش بزاف ديال المرات كيكونوا عندنا حوايج ما كنكونوش عارفين فين نوظفوهم او فين المكان اللي يقدر يليق بهم. فالبنات دائما خص يكون العقل ديالكم كبير وتكونوا كتفهموا في اي حاجه، لحقاش تبارك الله راه كاين دروكا جوجل، كاين يوتيوب، كاين بزاف ديال المواقع اللي تقدري تستافدي منها. كاين بانتيريست، انا هذاك هو اللي كندخلو بزاف، كيعلمك بزاف ديال الحاجات سيتو الا ما كنتيش كتعرفيها. واحد البلاصه ما كتكونيش عارفه فين تحطيها كتشوفيها نتيا في واحد الكوزينه او في واحد الصالون نتيا كتحطيها في ديك البلاصه، كتجي اللمسه ديالها زينه وانتي كتكوني غير رامياها لا مبالاه، يعني كتكوني كاع ما دايهاش فيها. علاش البنات خصكم دائما العقل ديالكم يكون كبير وتكونوا كتفهموا بزاف ديال الحوايج وتكونوا كتعرفوا بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء هذا سبحان الله راه كيجي مع الوقت. في الاول كاع ما كيكونش عندك مع التاويل مع السماق، ولكن مع الوقت اليوم غدا فكتولي مدمنه على داك الشيء، كتبغي ديري بزاف ديال الاشياء اللي الا كانت في الاستطاعه ديالك. فهنايا غادي ننظم لكم واحد الطبيله يعني كشكل زعما هكذا ديال الطبيله متوله ديال الكوتي بالنسبه للناس يكونوا جاي عندك الضياف وما كتعرفيش كيف ديري ترتبي الطبيله ديالك. فالبنات انا حطيت لكم طبيله صغيره فيها يعني ديك الطبيله ديال الكوتي اللي كتكون خفيفه، يعني ديري فيها هكذا المكسرات، ديري فيها كصالي والحلو، ديري فيها مهم شي حاجه اللي هي بسيطه. اما الا بغيتو الطويبلات اللي هما كبار بحال اللي عندي في الصالون فخليوها لي في لي كومونتير، فاكيد غادي ننظم لك الطابله بالبراد ديالها حتى اختي باش معروفين البيوت المغربيه الاصيله بالكويسات ديال القهوه بالعصير. المهم خليوها لي في لي كومونتير الا كنتو باغي بحال الفيديوهات هادو باش نشارك معكم زعما كيفاش انا ملي كيبغي يجي عندي الضيف كيفاش كندير نرتب الطويله ديالي وكنقدها وكنصايبها غير بداك الشيء اللي عندي في الدار، يعني غير بالموجود ما كنكلف راسي ما حتى شي حاجه. واخا مازال ما مكملاش انا السيرفيس ديال الضياف، ولكن كنفتخر بهذا الشيء هذا اللي وصلت له، كنفتخر بهذا الشيء هذا اللي عندي. واخا شي حاجه اللي هي بسيطه فمقنعاني الحمد لله واللهم لك الحمد، والله يرزق الجميع ان شاء الله من حيث لا تحتسبون. فبالنسبه للغديوه درت غير بيتزات، درت تبارك الله 4 البيتزات اللي هما كبار. فبالنسبه لاباط غير العجينه اللي كنبارطاجيها معكم تقدري تستافدي بها حتى في الثلاجه وتستعمليها من بعد. فهنايا البنات بغيت نبارطاجي معكم غير هاد الصوص بيتزا اللي عرفتو خطيره وزوينه، كتعطي واحد النسمه واحد اللوغو زوين. حسنا عاد ما كديري ديك سوليس اللي كتجيني عاديه. صافي بالنسبه للبيتزا درت هاد النهار غير ديال البصله مع الطون والفلفله هكا والفرماج وصوص طوماط وواحد الزعتر اللي المذاق ديالو غزال بزاف ورائع فن بزاف. غادي نبارطاجيه معكم من بعد، ما فيه لا خش لا حتى شي حاجه. فبالنسبه لاباط كتجي هذه هي راه ديجا بعدا كنبارطاجيها معكم في بزاف ديال الفيديوهات ملي كنبغي ندير هكذا البيتزا. غادي تنساو عليا البيتزا ديال الشرا وغادي تنساو عليا البيتزا تشري لاباط من برا وتعاودي تخدمي وتعاودي زعما بغيت تعمريها وطيبيها في الدار. فهذه البنات كتعطيك كميه كثيره وكتجي زوينه بزاف. فالبنات انا بغيت نبارطاجي معكم هاد الصباغه هذه يلاه شريتها بالنسبه للناس اللي ديجا بعدا داروها ديال الايسونس. قولوا لي البنات واش كتخرج زوينه ولا لا، لحقاش مازال ما زعمت على هاد هو اللون كنديرو، ولكن هاد لا مارك هادي ديال هاد الصباغه هادي مازال ما عمري زعما ما جربتها. بالنسبه للناس اللي ديجا جربوها قبلي فخليوا لي كومونتير. فهنايا كنا مشينا اتقدى وكانت خاصني شي تقديه،
فمشيت انا وراجلي مشينا هكذا. راكم عارفين حتى بعض المرات منين ما كتلقاي ما يدار فكتمشي كتبغي تحطي الفلوس. ما عرفتش نتوما بحالي ولا لا، ما عرفتو يدي كتبقى تاكلني ما كنعرفش نجمع نهائيا. ففوق ما تكون عندي شي بركه فكيعجبني نمشي نخسرها بحال اللي شي واحد فيا لداخل كيقول لي دورو ما خصوش يبقى عندك في الجيب. فهنايا واخا ديجا المهم راه عندي التقديه غير ما بانت لي وبغيت نمشي لاتقداو باش نمشي ندور ونمشي نشوف هكا لي برودوي وندي هذاك الشيء اللي كان خاصني. ما عرفتش كتوقع لكم بحالي ولا لا. المهم بعدا اول حاجه بغيت نشاركها معكم هي العطريه اللي كنديها من اتقداو، خطيره وزوينه بزاف. ما نقول لكمش الريحه ديال الخرقوم السكنجبير الطري، ريحه فنه. شفتوا البنات الا ديتوا هاد العطريه هذه غادي ترحموا لي الوالدين صباح وعشيه، غادي تعجبكم، غادي تبقى عرفتوا هي المعتمده عندكم. وعرفتوا انا هنايا كندور غير انا وسيدي ربي والخدامه، قليل الناس فين كيكونوا، ماشي ما كيكونش دائما عامر بزاف من غير هكذا الويكاند. فانا كيعجبني ملي يكون خاوي باش نتقدى على خاطري. الجهه ديالي المفضله هي هذه نتاع الماعن، غادي نضرب لكم دوره منه. المهم انا ديت شي حوايج اللي هما بساط، غادي نشارك معكم غير واحد المنظمات اللي عجبوني بزاف، الثمن ديالهم رخيص. ها نتوما منظمات زوينين عجبوني، وحدين ديال الطحين هادو 20 درهم، وكاين الكبار عليهم 25 درهم. كاين حويجات واعرين بزاف والاثمنه اللي هي مناسبه. فبالنسبه للاثمنه ديال الحوايج ما كيتشابهوش. باش نجيكم صراحه كاين شي حاجه كتلقايها رخيصه في لانغرو، اما في هاد لي غون سيرفاس كتلقاي شويه الحاجه طالعه قليل. شي حاجه اللي هي بسيطه اللي كتلقايها فيها شويه ديال التخفيض هكا ناقصه غير درهم 10 بصح ماشي في الحوايج اللي هما بزاف. اما بشي حوايج اللي هما اللي كتشريهم برا على مول الحانوت عادي او على مول لانغرو فكيكونوا رخاص بزاف. يعني اتقداو غير بغيتي تدي داكشي بالجمله، يعني هادشي اللي كننصح به. فهنايا نبارطاجي معكم اول حاجه ديتها هي هاد لي بات هادو او سباغيتي. فراكم عارفين الوليدات كيبغيوها بالليل بزاف، فديت هاد الداليه هادي فكتعجبني هاد الداليه كاع في لا مارك ديالها لا هي لا الاتقان زوينين بزاف. ديت زوج. هنا ديت هاد فروماج بلون زوين بزاف. هذا البنات راه كيجيب معايا واحد المده اللي هي طويله. جبت زهره البرتقال. فبالنسبه للاثمنه راه ما بقيتش عاقله بزاف. المهم زهره البرتقال يمكن 9 دراهم، هاد الفرماج ديال الساندويتش يمكن 8 دراهم. فيفا شي دار عارفين هذا راه لا يعلى عليه زوين بزاف. ديت هادو ديال السيليكون لحقاش هادوك الخضر اللي كانوا عندي ديال الفران صافي تقطعوا ورميتهم. جبت هادو تقريبا دايرين 4 دراهم اولا ما وصلش حتى 5 دراهم الوحده، زوينين بزاف. علاش قلت لكم شي حوايج كتلقاو فيهم ثمن اللي هو زوين، شي حاجه كتلقايها غاليه بزاف يعني كتكون لا علاقه كاع. فهنايا ديت هاد ا بي سي، هذا راه معروف والغني عن التعريف. ديت هذا ديال الورد، فيه ديال الخزامه، فيه ديال الزهر اللي حبيتي نتيا. هذا منعم ديال الكسوه، فيه ريحه فنه بزاف. ديت الباندومي، ديت هاد الكبير. وليداتي ما كيعجبهمش ديال القمح فكندي هذا كيعجبهم بزاف. ديت الملحه صافي. هنايا ديت هاد العطريه هذه، ديت السكنجبير وديت الخرقوم. فالعطريه ديالهم انا كتعجبني بزاف واخا الاثمنه شويه زايده في الثمن. يمكن هذا داير شي 15 درهم على ما اظن ولا 12 درهم بحال هكذا، والاخر المهم ما بقيتش عاقله على الاثمنه. المهم فايته 10 دراهم فايته 13 درهم. زوينين بزاف وكيكونوا زعما كتشمي ديك الريحه ديالهم. هذا هو كاع اللي مشيت على جالو. هذا داير تقريبا شي 11 درهم ولا 12 درهم، واعر بزاف. هذا البنات راه متعدد الاستعمالات فكما نحتاجوش غير هكا لا بلاك او الكويزينيير او الفران او الثلاجه، كتحتاجيه حتى للحمام، كتحتاجيه للكسوه تكون فيها هكا شي طبعه ديال الصدا ولا اي طبعه كانت عندك، كتحتاجيه كذلك حتى للطوموبيل هكا تمسحي الفوتوي اللي فيها لداخل وتمسحيها حتى من برا. مهم متعدد الاستعمالات والثمن ديالو زوين بزاف غادي يعجبك. دي منه اختي واحد السطوك وحطيه عندك بالنسبه للناس اللي كيعجبهم مواد التنظيف. فديت فيتال هاد الزبده هذه كنحتاجها، ديت لانجيت وديت هنايا الخبز ديال الطاكوس باش هكا ندير وليداتي الطاكوس ميني طاكوس كيجي زوين بزاف. وصافي ديت هنايا هاد العصير هذا ديال الفروت، هذا البنات راه مدمنه عليه انا بزاف. صافي ما ديت شي حاجه هي كثيره. ديت هكذا الخماره الحمراء والبيضاء وديت هكذا كنور البنه ديال الخروف، يعني كاين تما انواع داكشي اللي بغيتي وداكشي اللي حب خاطرك. فالبنات هنايا بغيتكم تنصحوني بالنسبه للناس اللي كيتقداو من عندهم الدقيق فما لقيتش الاتقان. ديت هاد الزوج ديال الانواع، ديت واحد ديال القمح واحد الفرينه فورس. ديت هذا وسام اول مره كنجربو
دقيق ممتاز من القمح الطري. ما عرفت واش زوين ولا لا، مهم بالنسبه للناس اللي كيستعملوا بزاف ديال الانواع فخليوها لي في الكومونتير واش زوين ولا لا. وديت هاد الفرينه ديال لوكس حتى هي اول مره غادي ندخلها لداري، اول مره نجربها. فكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هذا. حبيت ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم، كما العاده عجبكم فيديوهاتي كسروا اللايكات والتعليق والبارطاج. بوسه كبيره ليكم.